اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يحبونك فتكرمهم، ومن الذين يرجونك فتغفر لهم، ومن الذين استغاثوا بك فنجيتهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة ولذة تلاوة القرآن وحسن التوكل عليك، وثبت قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان. واكتب لنا في هذا الشهر الكريم حسن الختام والفوز بالجنان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك واسع المغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، ونعوذ بك من كل شر وسوء. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، ونعوذ بك من كل شر وسوء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي،
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله برحمتك يا أرحم الراحمين.